صباح الخير. عايشين في زمن صعب جدا، زنقة وزحمة وصراع وقت ونزيف طاقة طول الوقت. من أكبر المشاكل اللي ممكن تبقى بتواجهنا في الزمن ده إحساسنا بالوحدة، رغم إن حوالينا ناس كتير، رغم إننا مش لاحقين أصلا نقعد مع نفسنا بس حاسين بالوحدة. هنا الإحساس بالوحدة مش بيكون سببه إني قاعد لوحدي، لكن بيكون سببه إني من جوايا على مستوى عميق جدا من أفكاري ومشاعري أنا لوحدي، مش عارف أشارك حد بالجزء العميق جدا اللي جوايا ده، جزء الاحتياجات النفسية والتساؤلات اللي ملهاش إجابة. هل أنا فعلا ماشي في الطريق اللي أنا أتمناه لنفسي، الطريق اللي يحسسني إن حياتي ليها معنى، ولا أنا خلاص اتزقيت على الطريق اللي أنا فيه ده والوقت بيجري وأنا مضطر أكمل، لأني لو وقفت هتعطل، ولو اتعطلت هتقارن باللي حواليا، ولو اتقارنت باللي حواليا مش هكون أنجزت، هكون متأخر، هكون ضيعت حياتي وضيعت فرص. فأنا مضطر أفضل أجري وأجري وأجري علشان ألحق أكسب في أي مقارنة، سواء المقارنات اللي بقارن أنا نفسي بيها أو المقارنات اللي محطوط فيها طول الوقت في ذهن اللي حواليا. لازم أفضل كسبان طول الوقت في السبق. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده وأنا مش لاحق أصلا ولا راجع سكتي اللي فاتت عشان أقرر بجد أنا عاوز أمشي في أنهي اتجاه في اللي جاي، ولا أنا لاحق أسمع صوت جاي من جوايا فعلا وعمال يقولي طول الوقت أنت مش في الحتة بتاعتك، أنت تعبان جدا، أنت ما فيكش طاقة تكمل. مفيش وقت إن أنا أقف وأسمع الصوت ده أو أديله أي اهتمام، لأني لازم أفضل بجري. وسط كل ده محتاجين نهدى ونقف كده، ندي اهتمام بجد للنقط دي، تقييم اللي فات عشان أقدر أقرر اللي جاي. حياتنا بنعيشها مرة واحدة، محتاجين على قدر الإمكان نعيشها بشكل كويس، ما نبقاش بس ماشيين في طريق علشان احنا اتحطينا فيه ولازم نكمل أصل هو سبق. لا، هو مش سبق. محتاج أقف ونحط مع بعض سبوت كده على شوية نقط ممكن تساعدنا نعيش بشكل أفضل. الإنسان ليه كذا جانب، جانب جسماني، جانب نفسي، جانب روحي. محتاجين ندي اهتمام للثلاث جوانب، محتاجين نسعى إن كل جانب من الثلاثة يبقى سوي، ما يبقاش بس بينجز إنجازات حتى لو ظاهرية علشان أكسب في المقارنات طول الوقت. لما أوصل لآخر حياتي وما بقاش عشت ولا حاجة ليها معنى بجد، مجرد حصد إنجازات، محدش صدقوني في آخر حياتي هيقف ويقول لي برافو أنت كسبت في المقارنات، ولا ليه أي لازمة. محتاج أقف واهدى وادي فرصة لنفسي أستوعب اللي أنا فيه واللي أنا واصل له، وأقيم اللي فات علشان في حاجات كتير محتاجة تتعالج عشان أقدر أكمل بشكل أفضل، علشان اللي جاي كله يبقى ماشي في اتجاه أفضل ليا وللي حواليا. هنحاول هنا مع بعض نعمل سبوت على نقط مهمة جدا لينا، جايز ده يساعدني ويساعدكم بشكل ما إن احنا نحسن طريقة تفكيرنا وطريقة تعاملنا مع مشاعرنا ولو بنسبة صغيرة خالص. مش بتكلم كمتخصص، لكن بتكلم كحد مهتم بنمو الشخصي وبنمو الإنسان بشكل عام، مهتم بفكرة النضج وشفاء النفس من آثار الماضي، مهتم بفكرة إن الإنسان محتاج يعيش حياة ليها معنى ويبقى بيحدد التفاصيل اللي هو محتاج يحسن من رؤيته ليها. حتى لو طلع إن عندي معتقدات محورية جدا كنت مقتنع بيها وبقالي سنين طويلة ماشي بناء عليها، محتاج أراجعها ومحتاج أقف وأشوف أنا كنت ماشي صح ولا غلط. هنبتدي مع بعض تحت عنوان للتسمية لاحقا، لأن لغاية دلوقتي بصراحة مش واضح إيه العنوان اللي ممكن نحط فيه كل النقط اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. نقط متنوعة جدا ومتفرعة جدا وبتمس مناطق مختلفة جدا عن بعض. للتسمية لاحقا هنتكلم فيها عن كل النقط اللي ممكن تكون بتمس نضجنا وطريقة تفكيرنا ونمونا الشخصي وتأثير ده على حياتنا وقراراتنا وعلاقاتنا. صباح الفل.